عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين وحماماتهم وامتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واكثروا من الصلاه على حبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وافضل واتم التسليم. طبعا الجانب المظلم من كرة القدم، طبعا امبارح في ظل ما احنا مباراة مخيبة للامال ومخيبة لكل التوقعات، وردود ريبيرو اللي برضه ردود مستفزة في التصريحات مش عجباني، وطريقة ريبيرو اللي حاسسها قريبة من كولر. هتقولي ازاي؟ هقولك. في نص الملعب مع كولر كنا بنلعبه ب2-6 وكنا بنعاني ونصيح وننازع. دلوقتي احنا مع ريبيرو بنلعبه ب2-8 وشكلنا برضه هنصيح وننادي وننازع. ربنا يستر في اللي جاي. ففي ظل بقى كل الكلام ده كله، في حاجة مش عايزين نغفل عنها، ومش عارف الحاجة دي هل ليها علاقة بالتربية؟ هل ليها علاقة بان انا اكون بني ادم عندي ضمير؟ هل ليها علاقة بان بني ادم اكون عندي على خلق، يعني على بني ادم على خلق؟ مش عارف. فتعالى نتكلم فيها مع بعض. احمد السيد زيزو دايما لما كان بنقوله في شيكابالا الجماهير بتشتم وشيكابالا بيرد، كنا بنقول دايما ده فعل وده رد فعل. هل الاتنين صح؟ الاتنين هنا كانوا غلط، بس كنا بنقوله ان في فعل وفي رد فعل، بس مش ببرر. الاتنين كانوا غلط. ده غلط انه بيسيء لحد باساءات ملهاش علاقه بالمنطق، والتاني بيسيء اساءات لجمهور وبابشع الاساءات قدام التلفزيون وقدام الشاشات، وكان بيسيء بطريقه يعني غريبه. فكان لما بيطلع نتكلم نقوله ان ده غلط وده غلط. ما جينا نتكلم على امام، وبرضه الجماهير لما جه النادي الاهلي وبدات الناس تساله يا جدعان طب امام عمل اصل بيغيظنا، اصل مش عارفه بيفرقع البالونه، اصل مش عارفه بيعمل لنا ايه، اصل بيشاور لنا ازاي، اصل بيعمل لنا الاسد، اصل بيعمل الحكايه والروايه. طب يا عم ماشي، اهلا وسهلا، بيعمل كل ده، عشان كده بتعمل ايه؟ بترد عليه. برضه غلط. غلط لو اللاعب بينكش في الجمهور زي ما قلنا على شيكابالا، لان ما ينفعش لاعب ينكش جمهور. وغلط من الجمهور ان يسيء اساءات، يعني يعني مش فاهم، ما تنفعش تكون على بيتنا وفي حياتنا عموما. اساءات بقى للاهلي، اساءات فانا مش عارف هل ترضى، يعني انت بترضى على نفسك؟ ترضى على نفسك عادي. هنقوله بقى امام عاشور برضو. قلنا هنا شيكابالا كان في رد فعل وفعل ورد فعل، وهنا امام عاشور وكهربا كان برضو هما بيعملوا ده بيرد عليه. تمام. طب بن شرقي ما بتهاجموش ليه؟ اصل بن شرقي جاب جون ومش عارفه ايه وما احتفلش قدامنا فهو ايه طلع بره الليله دي. طب احمد السيد زيزو اصل بنقول له يا جعان. طب ما هو جعان، انت شايفه ان هو جعان عشان هو جه عندنا وهو كان عندك مش جعان. طب فكك من الدايره دي كلها. انت بتغلط في اللاعب دلوقتي ليه؟ ايه اللي احمد السيد زيزو اساء فيه ليك عشان خاطر تغلط فيه؟ قلنا شيكابالا عشان مش عارفه ايه، وقلنا كهربا وامام عاشور عشان خاطر مش عارفه بيعملوا ايه. زيزو عمل لك ايه؟ قول لي، يعني اديني رد مقنع. مع ان برضه ده مش مبرر، ولا مبرر للاعب ولا مبرر للجمهور، بس اديني انت بقى مبرر واحد. قول لي احمد السيد زيزو بسببه انت بتسيء ليه وبتغلط فيه. لا مش انت مش بتغلط فيه هو بس، يعني انت ممكن لو بتسيء لواحد ولا بتغلط في واحد تعدي تتسكت عليها. ممكن هو مش هيسامحك قدام ربنا، فانت خصيمك انت ما بينه وما بينه يوم القيامه، فدي تعدي. لكن لما تسيء ليه هو واهله واهل بيته، فدي غريبه بالنسبه لنا على بني ادم اصلا هو ما فيش منه رد فعل. ده حتى لما طلع مع ابراهيم فايق قال لك جمهور الزمالك انا عمري ما هنسى له الفضل ان هو اللي عملني. يعني الراجل مش ناسي، ولا تنسوا الفضل بينكم، والراجل مش ناسي فضل جمهور الزمالك عليه. تطلع انت برضه تسيء ليه؟ فدي غريبه برضه بالنسبه لي. عشان ايه؟ عشان بس راح الاهلي، عشان دي كوره، عشان احنا يعني بقينا في جمهور كده او في ناس يعني دماغها محطوطه مكان دماغها.
بشكل غريب حرفيا، بشكل غريب والله العظيم. انا مش عارف يعني هنفضلوا لحد امتى؟ يعني اتقوا الله، يعني استقيموا يرحمكم الله. ملهاش كلمه تاني وملهاش معنى تاني غير كده. اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في اللي جاي، اتقوا ربنا. الدنيا متفتة ومش مستاهله، الدنيا متفتة ومش مستاهله، وفي الاخر لو جيت بروزتها هتلاقيها كوره ترفيه، فتعامل معاها على انها كوره وترفيه. يا رب يعني تكون المعلومه وصلت، واتمنى يكون في قرار ورد رادع للكلام ده، زي ما الفتره الاخيره في ردود رادعه على حاجات كانت بتحصل على السوشيال ميديا. اتمنى يكون في رد رادع على الحاجات دي وكم الاساءات دي، مش بس من اتحاد الكوره والغرامه اللي بتنزل على النادي، لا، على برضه الجمهور. سلام.